ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اللكلوك ده بنعل من تحت. طبعا انا مش عايزة اقول لكم احنا عاملين تركاية كده تخليه غاية في السهولة. ده الحريمي، ده المقاس الكبير، ده كان مقاس 39، وده الاطفال مقاس 23. انا هعمل له فيديو باللون البينك عشان خاطر لون الروز ده يكون فاتح، يبان فيه الشغل في الفيديو. طبعا اللي عايز الطريقة بتاعته هو سهل ولطيف قوي قوي، وما بياخدش وقت خالص في شغله. مشروع سهل جدا وخامته قليلة، ويقدر يكون حاجة لطيفة للمبتدئين يعني، أو للناس اللي بتشتغل، اللي عايز تعمل حاجات خفيفة وتعمل دخل بسرعة. اللي عايز طبعا الطريقة يكتب تم، وأنا هبعت له اللينك بتاع الفيديو. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البوت اللي شفناه في أول الفيديو. هو هاف بوت مش بوت قوي يعني. لما عملت آخر مرة السليبر كانت الناس طالبة المقاس الكبير، فاحنا النهاردة شغالين على مقاس كبير. كنت ناوية أعمله على بينك، لقيت الغرز مش باينة قوي، فهنشتغل أبيض عشان يكون واضح. اوكي، المرة اللي فاتت لما عملنا برضو السليبر كان على ده الفرش العادي اللي احنا بنحطه جوه الشوز. المرة دي هنعمله على دبل، على 2. هنقص على المقاس بتاعنا فينا على المقاس المطلوب منك، وهنشتغل على 2، وهوريكم ازاي هنعمله علشان نوصل بيه للنتيجة دي. بتكون تقيلة كده زي ما انتم شايفين، ممتازة، بتبقى عملية وبيستحمل، لان لما انا اشتغلت بفرش واحد كانت ضعيفة شوية، فعلى 2 هتكون مريحة جدا، عملية جدا في الاستخدام. اوكي، هنسمي الله ونبتدي. طبعا انا وصلت بالشكل النهائي اللي وريته لكم في الاول، وقلت لكم ان في تركايه هتخليه اسهل من السهوله. اول حاجه هنبتدي فيها قصينا مقاس 40. طبعا احنا عندنا مزوره، وعندنا نعال جاهزه نشتغل عليها، والكيس اللي جوه الفرش بيبقى مكتوب عليه القياسات بالسنتيمتر. انا بصراحه بشتغل على العلامات اللي على الكيس، او بالسنتيمتر زي ما انت عايزه، او لو عندك نعله هتقصي عليه وات ايفر، يعني كل واحد يشتغل بالطريقه اللي تريحه. هنبدا طبعا زي ما قلت لكم، انا لسه مش لاقي الخرامه اللي ضاعت مني في نفس الفيديو اللي فات، فهشتغل بنفس المفك. هنمشي كده نعمل خروم على خطوات متساويه اهو. سيبي بس مسافه تخليكي تاخدي راحتك في الخيط، زي هنا زي ما وريتكم في اللي خلص اهو. هنخرم في الفرشين مع بعض علشان نبقى واحنا بنشتغل بالخيط يبقى الموضوع سهل. على مسافات متساوية هتظبطي ايدك. لو عندك طبعا الخرامة هتكون اسهل بكتير في التعامل معاكي. ما عندكيش الخرامة زي ما انت شايفة انا عملت ايه، شغالة بمفك. يبقى اهو على مسافات متساوية، والسايز ده، المساحة دي، الخط ده متساوي عشان تطلع الغرز كلها زي بعض. انا طبعا متعودة لان انا بشتغل في الشغل ده كتير. هلف الخرومات كلها وارجع لكم اوريكم هنثبتها ازاي مع بعض. انا نسيت اقول لكم ان انا مستخدمه قطيفه اريزه. اهو ال 100 100 جرام. الشاله دي كانت 100 جرام. اوكي، يلا بينا. وهو اساسا يعني البوت يا دوبك هياخد ال 100 جرام وشويه دول، انا كان عندي باقي فهبدا بالباقي طبعا. ياخد 100 جرام وشويه. يعني انت لو جبتي شلتين هيعملوا لك مثلا 100 جرام وتوكه. هوريكم التوكه برضو، هعمل لكم التوكه طلعت تحفه تحفه. بصوا بقى، احنا هنقول ايه، بسم الله. هنسمي. طبعا انا شغاله بابره 4 عشان تناسب الخروم دي. انا كده بدخل في كل خرمين مقابل بعض. اول واحده اللي هتبقى فيها التثبيت هي اللي ممكن بس تتعبك سيكه صغيره لحد ما تثبتيهم في بعض، لكن بعد كده الشغل ولا اسهل. اهو لو هتشتغلي بقطيفه هيمالايا، الهيمالايا بتبقى ارفع سنه، فاهو ادي كده اول واحده. هنخش طبعا، احنا واخدين معانا الفتله دي عشان التنظيف. نسويهم كده على بعض بس عشان يبقوا كل خرمين قصاد بعض. لما كنا بنشتغل على فرش واحد ما كناش بنقابل الموضوع ده، بس العملي اكتر لما حد ياخد منك من العملاء بتوعك، ياخد منك الهاف بوت
هيكون عملي جدا معاه، وده هيخليه زبون دايم طبعا. وانتوا عارفين ان دي حاجه مهمه جدا، ان احنا نسلم الشغل بتاعنا بيرفكت عشان خاطر الناس تكسبي عميلك. ده شيء كويس جدا. اوكي، وهنستمر بنفس الطريقه. بندخل في كل خرم نعمل غرزتين حشو. ادي واحد، ادي اتنين اهو بالشكل ده. هعمل لكم واحده بطريقه بشكل ابطأ شويه. هندخل كده اهو، دخلنا كده في الخرم ده من هنا والخرم ده من هنا، بنسحب الخيط اهو، غرزة حشو، وبنعمل في كل واحدة غرزتين حشو. اوكي، هنفضل نشتغل لحد ما نوصل زي ما انا قفلت الفردة التانية كده اهو. وهنبتدي نبدأ نكمل الفيديو مع بعض. احنا كده بقى هنبتدي نشتغل في البادي بتاع الهاف بوتس. هنطلع هنعمل غرزة ارتفاع، هناخد معانا الخيط للتنظيف، هندخل في كل سلسلة هتقابلنا من تحت ال7 اهو. هندخل هنا كده من تحت كل واحدة هنعمل غرزة حشو كده. اوكي، مفيش اي تناقص ولا تزايد ولا اي حاجة هنعملها في اول لفتين كاملين هنعملهم بالطريقة دي كده في كل سلسلة ارتفاع غرزة حشو بنفس الإبرة، مش هنغيرها. هخلص لفتين غرزة حشو وارجع لكم اوريكم هنعمل ايه تاني بعد كده. دلوقتي احنا زي ما ارتفعنا سطرين حشو. انا مش بحب بس اطول الفيديو، فعملتهم او فيديو ورجعت لكم تاني. هنعمل ايه بقى؟ احنا كده وصلنا للسطر التالت، ارتفعنا سلسلة واحدة. هنبدأ نعمل بريد امامي اهو، نص عمود بريد امامي، وواحد بريد خلفي اهو بنص عمود، واحد بريد امامي، اوكي، وواحد بريد خلفي. مش هقدر اقول لكم هنستمر الدايره كلها كده لان في حاجه هتتغير هنا، بس هفضل استمر. واحد بريد امامي واحد بريد خلفي. هعمل معاكم كمان واحد عشان بس الناس المبتدئين بيشتكوا مني اني سريعه اهو. ادي البريد الخلفي بنص عمود، يعني بيطلع منه كل مره واحده، وادي البريد الامامي بنص عمود. هعمل كده، هكرر نفس الوضع ده لحد ما نوصل للمنتصف، عشان في المنتصف هنعمل تناقص. اوكي، استنوني هوصل لحد المنتصف وارجع لكم. كده انا وصلت للنص بالظبط لعند المنتصف. اوكي، شايفين شكل البريد الامامي والخلفي؟ مخلي في القطيفه طالع كده شكله جميل قوي، مع ان القطيفه دي ما بتبينش غرز رخيمه في نفسها، ما بتبينش غرز، بس هو بيبقى ناعم ولطيف كده بيدفي في الشتاء. طيب احنا كده وصلنا لحد المنتصف بالظبط. هنعمل تناقص. التناقص ده احنا عاملينه مع بعض قبل كده في الاستيبر، بس هنكرره للناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع الاستيبر. يعني هنعمل كده، هنخش كده في النص معانا 3، هنلف تاني ونطلع من 2 ونسيب معانا 2 على الإبرة، غرزتين على الإبرة، وبعدين هندخل في اللي وراها. بقى معانا كام؟ بقى معانا 4، هنطلع منهم كلهم مرة واحدة. اوكي، وهنرجع نكمل كما كنت بريد أمامي وبريد خلفي لحد النهاية. بس كنت لازم أعمل معاكم إيه؟
التناقص ده، لان السطور الجايه التناقص ده هيزيد، مش هيبقى واحد بس، هيبقى 3. اوكي، فهفهمكم الطريقه واحنا شغالين. انا هرجع اكمل بريد امامي وبريد خلفي لحد ما اوصل لنقطه البدايه. اوكي، وهرجع بريد امامي وبريد خلفي لحد ما اوصل للتناقص اللي انا وصلت له، اللي عملته معاكم عشان نبدا نزود عدد التناقص. اوكي، هخلص الموضوع ده وارجع لكم. احنا كده وصلنا لحد، شايفين بقى شكله بقى بدأ يوضح، البادي بتاعه بدأ يعلى اللي هو هيبقى على وش الرجل. احنا كده وصلنا ان احنا هنبدأ نعمل، هنزود التناقص. كنا هنا عاملين تناقص واحد، المرة دي هنعمل كمان واحد، هنعمله بس بتركيز عشان خاطر احنا هنعمله برضو تبع البريد الامامي والخلفي عشان ما يبانش ان احنا لاعبين في الغرز في الشكل النهائي. ادي كده هنعمل زي ما تناقصنا المرة اللي فاتت، وهنخلي 2 معانا، وهنيجي من البريد الامامي اهو، وهنطلع منهم كلهم هم ال4. وادي كده اول تناقص. هنيجي على التناقص اللي في المنتصف اهو، معانا 2. اللي بعده، مش في اللي بعده هنطلع ال4 مرة واحدة. كمان تناقص اهو، نطلع من 2 ونخلي معانا 2، وبعدين هنطلع من ال4 كلهم مرة واحدة. شايفين الوش بدأ يلم شوية شوية. هرجع تاني لغرزي الطبيعية اهي، اللي هو بريد امامي وبريد خلفي، لحد ما نوصل لنقطة البداية ونوصل للتناقص الجديد. هو اللفة الجاية هيكون آخر تناقص، اللفة الجاية يعني هوصل كده لحد ما اوصل للتناقص. التناقص الجاي هو 3 بس، مش هنزود عليه. يعني أول مرة كان 1، تاني مرة كان 3، اللي جاي 3 بس ومش هنزود عليه، بس هيكون آخر صف في التناقص. وهوريكم ازاي نقفل وش السليبر ونبدأ نطلع بالبازي اللي هو بتاع الهاف بوت في خطوة، في ثانية بالظبط هنخلصها، وفي نفس الوقت هتدينا شكل نهائي ممتاز. هخلص اللفة وارجع لكم. انا كده قصيت اهو، واخدت الزيادة جوه. هنتعامل طبعا مع بعضينا واحنا فاهمين بننضف ازاي. بنقعد كده ناخد، وادي كده اول عقدة. اوكي، في اللي تحتيها كمان عقدة. احنا كده ثبتنا على الشغل وايه، أمناه، لان تأمين الشغل بعقدتين ده مهم جدا. اوكي، ده احنا كده شايفين شكله بقى عامل ازاي. انا بقى عايزه هعمل حاجه سهله بسيطه جدا توصلنا لحد هنا، بحيث ان هو ده اللي هتخش منه الرجل ويبقى البادي بتاع اللوك. هنعمل ايه؟ هاجي هنا كده، هناخد حرف من هنا اهو، الحرف بس بتاع السلسله الداخلي مع الحرف اللي مقابل ليه، هنبدا نعمل منزلقه اهو اهو اهي، في المقابل ليه منزلقه. منزلقه عشان ما تبقاش عامله بروز ولا طلوع ولا نزول ولا حاجه ابدا. اهو في نصها بس، مش في كلها. اوكي، طبعا ده مقاس 40، فاحنا مطولين شويه لحد ما نخلص الوش. طب كل ما المقاس قل كل ما كان الوش هيبقى اصغر. شايفين مش باينه خالص اهي في المقابل ليها. مش عايزين برضو ده يبقى ضيق علشان الرجل تخش فيه بسهوله. طيب اوكي، انا هعمل كمان واحده بس
اهي في المقابل اهي، شايفين؟ انا كده قفلت الوش بتاع اللكلوك، بقى مقفول معايا، الارتفاع بتاعه مناسب جدا لوش القدم. هنبدأ بقى نطلع عادي خالص، بريد امامي وبريد خلفي، دايره 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 لحد ما نوصل للارتفاع المطلوب. انا بالنسبه لي شغاله هاف بوت، فهوريكم اهو. طلعت سلسله وبعدين اهو، واحد امامي، واحد خلفي، يعني بنص عمود يا جماعه، مش بعمود، يعني بنطلع منهم كلهم مره واحده، عشان لو عمود في القطيفه هيعمل فراغات كبيره، مش هيدفي، هيبقى شكله حلو مش هيدفي. فاحنا عايزين ايه؟ زي ما اتفقنا بنوصل للعميل حاجة شيك وفي نفس الوقت عملية. مش عايزة اطول عليكم، بس عايزة اوريكم بس الشكل يعني ماشيين ازاي. دي ليزا بيبي، لطيفة ليزا بيبي، لكن لو اشتغلتي بالهيمالايا هتبقى ارفع من كده معاكي، يعني مش هتحتاجي فوق ال 100 جرام حاجة. هنا محتاجين احتاجنا فوق ال 100 جرام شوية صغيرين، كانوا فاضلين مني من لاكلوك قبل كده، لكن من سليبر قبل كده. لكن الهيمالايا ال 100 جرام بيكفوا، بيطلعوا الهاف بوت ممتاز لانها فتلة ارفع. بس انتوا فاهمين، واحنا ساعات بنشتري الخامات مش بنلاقي الدرجة اللي احنا عايزينها في الخامة اللي احنا عايزينها. الإليزا ممتازة وهي أغلى، يعني الهيمالايا ال 100 جرام تقريبا بجيبها من عند نور أيوب ب 19 تقريبا. لكن الأليزا ديت جايباها ب 25. اوكي اهو، انا كده وصلنا. طبعا انا فهمتكم ازاي عشان محدش يقول انت شغاله سريع، بس مش عايزه اطول الفيديو والله عليكم. سوري. اتفقنا بقى بتحصل في احسن العائلات. اهو اهو، انا كده وصلت ان انا عملت اول لفه من الهاف بوت. شايفين اهو كده بدأ يظهر جدا. ادي وشه مناسب قوي للقدم، ده مقاس 40. ادي كده ارتفاعه. انا بقى هطلع 3 سطور، انت هتطلعي 3 سطور 4 سطور زي ما انت مناسب ليكي انك تطلعي بيه. اوكي، يعني الارتفاع اللي انت عايزاه. وبعدين هعمل تركية صغيره كده هتحلي الشكل، اللي هي الفيبيا ام زرار دي، هوريكم برضه بنعملها ازاي. هخلص الارتفاع المطلوب وهرجع اوريكم نعمل مع بعض الفيبيا ازاي. اوكي، انا كده وصلت اهو، انا شغاله في هاف بوت، فانا كده وصلت للطول اللي انا عايزاه، للارتفاع اللي انا عايزاه. دي بقى بالنسبه لي فرده شمال، فانا عايزه الفبيه يبقى وشها لبره. فهعمل ايه؟ ثانيه واحده. ادي الخيط من جوه الشغل، بس معلش نرفع ايدينا بالكاميرا شويه. من جوه الشغل هنيجي كده في المنتصف، وهاخد ادي غرزه في البريد الامامي اللي وراها، كمان غرزه
حشو كمان غرزة لحد ما نعمل 4 غرز. اوكي، هطلع الف الشغل واطلع بال4 غرز دول، هنروح كده ونرجع سطر كده سطر كده حوالي 5 أو 6 سطور، وإن احنا نفضل محافظين على إن احنا نوصلهم ل5 أهو لحد ما نوصل بس لطول فيبيا مناسب. أنا جبت خيط أرفع شوية، كان عندي شوية هيمالايا علشان تبان، لأن زي ما قلت لكم إن القطيفة دي لطيفة لطيفة لطيفة، مش بتبين أي غرز. طبعا لو انت ما عندكيش الارفع قشطه اشتغلي باللي انت شغاله بيه عادي، او لو اساسا يا سلام بقى اشتغلتي بالرفيع اللي لقيتي فيه بقى اساسا اللون اللي انت عايزاه لقيتيه في الرفيع، هتكون العمليه اظرف بكتير لانه بيرمي شغل طبعا. نتيجه ممتازه ده زي ده. اوكي اهو شايفين، انا هجيب الزرار واجي معاكم اثبته معاكم واوريكم ازاي هيبقى شكله النهائي. هجيب الزرار وارجع لكم على طول. انا كده جبت الزرار اهو بتاعنا العادي اهو. هي طبعا حليه، يعني حليه زي اللوجو كده بتاعي مارشميلو اهو. هنخيط الزرار بقى خياطة عادية. I think so مفيش حد ما يعرفش يخيط. أو يا جماعة تبقوا فنانات ومش عارفين تخيطوا زي كده، شفتوا يا فلت اهو خياطة عادية خالص. الحقيقة والله أنا كنت بدي مامتي الحاجات دي هي اللي تعملها، لأن أنا مش هقول لكم بروفيشنال في الخياطة، كذب كل الكلام ده مش صحيح. فا أوكي، بس أنا عشان أبقى معاكم في الفيديو من أوله لآخره اهو. متبتنا طبعا عشان تبقى الحاجة ايه عملية. انا كده اهو وصلت للشكل النهائي. شايفين الارتفاع مظبوط ازاي بتاع القدم. حطيت طبعا اللوجو بتاعي. زرار شكله حلو قوي قوي، غير شكله تماما ونطق كده الدنيا. فاحنا كده مع بعض خلصناه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك عشان الفيديو يعلى. لو عايزين تعملوا شير اوكي عشان تعمل فايدة للناس كلها. ولو اول مرة تشوفونا تنزلوا بقى على تحت وتعملوا سبسكرايب للقناة، هتشرفوني طبعا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا حبيبة ومعاكم من قناة مارشميلو.